السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير والبركة والرزق علينا جميعا يا رب، اللهم آمين. النهاردة روتين جديد. بس لو انتي اول مرة تشوفي القناة يا ريت تشتركي معايا وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، ويا ريت تشيري الفيديو مع اصحابك، اكون شاكرة جدا جدا ليكي. اول حاجة عملتها معاكم هي الفطار. جبت طعمية جاهزة من بره، ويمكن دي الحاجة الوحيدة اللي انا بشتريها من بره. ما بحبش ابدا اشتري اي حاجة طبعا من بره، بحب اعمل كل حاجة لولادي في البيت. بس يعني عايزة اقول لكم بصراحة الطعمية ما بتظبطش معايا ابدا، حتى لو انا عملت العجينة بتاعتها في البيت ما بتظبطش معايا خالص، فالافضل ان انا بشتريها من بره. وكان عندي من قبلها بيوم من الغدا باقي سردين. بصراحة مش بحب اركنه في التلاجة قوي، يعني بحس ان هو بيكرف على الحاجات التانية اللي هي محطوطة في التلاجة مهما كان متغلف كويس قوي. بس بصراحة مش بفضل يعني ان انا اسيبه. كمان كنت عاملة مسقعة برضو باقي اليوم اللي قبله. عايزه اقول لكم ان انا بعمل طبق مسقعه روعه. برضو سخنته كده في الطاجن البورسلين ده، وفطرنا الحمد لله والشكر لله. ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. طبعا كنت قطعت خيار. مع الفطار لازم تحطي كده اي خضار جنب الاكل بتاعك. بعد ما فطرت بقى الحمد لله الفطار المتين اللي انتوا شفتوه ده، طبعا ما كنتش لوحدي، وبعدين دخلت بقى على الغرفة دي. الغرفة كانت محتاجة ان هي تتظبط طبعا. بعمل حاجات كتير قوي قوي من ورا الكاميرا. يعني مثلا الشباك بنفضه كويس. مثلا لو في بقعة في الحيطة او مثلا شخبطة او اي حاجة بشيلها. الخشب طبعا بتاع السرير والدولاب بيتلمع كويس جدا. الارضيه بتتكنس بالمكنسه. السجاده محتاجه تتنفض بنفضها وارجع مثلا امسح وافرشها تاني كده يعني. بس بصراحه بشارك معاكم مقتطفات من اليوم علشان ما تزهقوش وما تملوش مني. زي ما شفتوا شلت الكفر بتاع المرتبه وبدات ان انا انفضه كويس قوي. انا كنت اصلا غسلاه قبلها باسبوع. فالى حد ما كان نظيف جدا. فنفضته كده يا دوب نفضتين وفرشته على طول، وفرشت الملاية النظيفة دي. الملاية دي من الملايات بتاعتي اللي انا بعتز بيها جدا وبحبها قوي وبحب الوانها. بحسها هادية كده ورايقة في نفسها. المهم انتوا شايفين اللي انا بلبسه للمخدة ده. دي اكياس قطيفة كده بنشتريها، بتحافظ جدا جدا على المخدات يا بنات. عايزة اقول لكم مثلا كل شهر ولا حاجة بشيلها اغسلها، وبرجع تاني البسها للمخدة على طول علشان تحافظ لي على المخدة تفضل دايما نظيفة. فكنت بلبس هنا المخدة ديت، وبعدين هرجع البسها كيس المخدة بتاع الملاية نفسها. السرير ده عندي جنب الحيطة، فبصراحة دايما بحط مخدة كده بالطول علشان انتوا عارفين طبعا الجو سقع، وعلشان يعني تدفي وكده. آم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. المخدة دي انا كنت اصلا عاملاها طويلة كده علشان تاخد السرير كله. يعني طبعا مفيش مخدة بالطول ده، بس انا كنت عاملاها عمولة كده علشان تاخد الحيطة كلها، علشان طبعا مفيش اي سقعة تيجي يعني على اللي نايم وكده. كنت كمان طلعت البطاطين قبلها بيوم، كنت شمستها، انا كنت شايلاها نظيفة وزي الفل. وقلت بقى ايه اعطرها علشان برضو الى حد ما الحاجة مهما اتركنت حتى ولو قفلها كويس او كده، برضو يعني من الركنة بيكون فيها ريحة وكده. فرشيت عليها بقى معطر، وبعدين ظبطتها بالشكل ده. طبعا البطاطين هنطلعها سواء بقى انت حطاها تحت السراير، في دولاب، فوق دولاب، يعني ايا كان المكان اللي انت شايلاها فيه، لازم طبعا تطلعيها تشمسيها كويس جدا. بعد ما خلصت الأوضة
طلعت بقى ما كنتش بصراحة شربت شاي، فعملت بقى ليا شاي والبنتي كده عملت لها ينسون. يعني دور برد بقى والكلام ده، فقالت لي لا يا ماما اعملي لي ينسون معاكي وكده، فعملت لها. طبعا هي الحاجات دي اصلا بتبقى كويسة طول ما الجو بدأ يبرد وكده. اليانسون ده نوعه رويال، انا ما بحبش ابدا اليانسون الفتلة ده بصراحة. بحس ان هو اصلا اليانسون نفسه رديء جدا، مش حلو خالص. بس بصراحة كنت مضطرة على ما اشتري ينسون من عند العطار. اليانسون اللي من عند العطار ده ممكن يكون مطرب شوية، انما طبعا هو بيكون روعة، يعني بيكون طعمه مركز وحلو قوي. طبعا قبل ما نيجي نستعمله يعني شوية كده في المصفى بنشطفهم تحت الحنفية، بس طبعا بمية باردة، ما ينفعش بمية دافية ولا سخنة، علشان ما ينزلش اي زيوت منه. بس فقلت بقى اقول لكم علشان لو حد مثلا بيجيب اليانسون ده، لا انصحكم بلاش خالص ينسون فتلة من الماركة دي. في طبعا ينسون الفتلة بتاع امتنان، عايزة اقول لكم انه بيبقى حلو جدا جدا، وبصراحة درجة اولى، ويبقى طعمه حلو جدا في منتهى الجمال. بس انا مش بلاقيه. هو طبعا موجود في بيت الجملة، بس يعني انا يعني في دخلة بقى الشتاء وكده بجيب مثلا حوالي ربع ينسون بيكفيني طول الشتاء. يعني حتى يعني لو عندكم مثلا ولادكم، يعني ربنا يعافينا يا رب ويعافيهم ويشفي كل مريض، مثلا عندهم اي حساسية صدرية او يعني دايما بيكونوا طول الشتاء تعبانين، فعليكي بقى باليانسون والحلبة والحاجات الدافية دي. خلصت بقى شربت برضو الشاي، ورجعت بقى تاني على الحوض جري علشان اخلص المواعين اللي في الحوض دي. طبعا كان في كذا حاجة من بالليل، يعني انا بصراحة بحاول ان انا ابيت المطبخ نظيف وزي الفل، بس طبعا يعني اوقات بكون هلكانة مش قادرة، فممكن مثلا بنام قبل ولادي الكبار، فممكن بقى يدخلوا بالليل بقى المطبخ يعملوا اي حاجة وكده. بصراحة بقى بقوم الصبح ايه اتفاجئ، فبقوم الصبح بقى ايه انقذ ما يمكن انقاذه. فببدأ ان انا بقى ايه اظبط الدنيا. كنت بقى ظبطت الرخامات ورايا وغسلت البوتاجاز وخليت الدنيا زي الفل، وبعدين بقى ايه دخلت على المواعين. كان عندي كمية كوبايات كبيرة جدا، فغسلتهم كلهم وبعدين مسكتهم نشفتهم كويس قوي، وبعدين رصيتهم في اماكنهم على طول، لانهم كانوا هيعملوا لي كركبه. وفي نفس الوقت انا عايزه الجزء ده، يعني انا عايزه الجزء ده علشان اصفي عليه المواعين، لان لما بصفي ورايا على الرخامه بصراحه بحس ان انا مش مرتاحه، بفضل بقى ايه يعني الف وارجع والف وارجع، فالموضوع بيبقى مرهق قوي. فلا حطيتهم بقى جنبي كده يعني على الحوض وخلاص، هم مش كتير. انما بقى لو في طبعا حلل او كده كتير، بصفي بقى ايه ورايا على الرخامة، او ممكن احط صينية وعليها فوطة نظيفة على البوتاجاز جنبي، وببدأ ان انا ايه اصفي عليها. فالحمد لله والشكر لله. خلصت المواعين وغسلت الحوض وخليته زي الفل. بصوا بقى، الفول ده انا كنت مسوياه قبلها بيوم بالليل. ليه بقى قبلها بيوم بالليل؟ يعني الى حد ما بنكون مثلا داخلين خارجين المطبخ، بنعمل غدا بنعمل حاجة كده. ف... فلا بحب ان المطبخ يكون هادي، مش داخله وخارجه كده، وبعدين ابدا ان انا ايه اولع بقى على الفول في هدوء كده. انا كنت نقعت وقت كافي جدا جدا بصراحة. كل ما نقعتي الفول، بس طبعا مش في الصيف، انا بتكلم على الجو اللي احنا فيه ده والشتاء، كل ما نقعتي الفول كل ما بتاخدي منه افضل واحلى طعم واسرع تسوية. حطيت بقى ايه على الفول وانا بسويه، حطيت معلقه لنص كيلو فول، معلقه صغيره من الكركم، بصلايه صغيره، نص كوبايه عدس، وجزرايه كامله. عايزه اقول لكم ان العدس بيبقى طعمه سكر، بيبقى طعمه حلو جدا جدا. لو ما عندكيش عدس ولا عندك اي حاجه تانية، حطي معلقه كركم صغيره وادعيلي. يعني انت شايفه اصلا الفول عامل ازاي؟ اللهم بارك، حلو جدا جدا، بالظبط خد معايا
حوالي ساعتين الا ربع على نار هادية شمعة. يعني انتوا متخيلين ان انا لو مثلا كشفت الغطا بتاع الحلة وبقلب مثلا الحلة، فدرجة حرارتها اصلا بتنزل فبتبطل غليان، لان اصلا النار اللي تحتها مش عالية، هادية جدا جدا، يكاد تكون ان هي اصلا مش متولعة. فبتستوي بقى كده، يعني الفول بيستوي على الهادي وبيكون حلو جدا جدا. شايفين؟ يعني بصوا مش محتاج كلام خالص. ما شاء الله. دول كانوا اخر شويه حطيتهم بقى في الطبق ده، وقلت اصورهم معاكم كده من قريب. انا اوقات كتير بضرب الفول بالهاند بلندر، بس بصراحه عندي الولاد كل فتره والتانية كده يقولوا لي لا يا ماما سيبيه حب، وساعات ما نيجي نعمل نهرسه عادي، يعني بيكون برضو ليه طعم، واللي انتي عاملاه بالهاند بلندر ليه طعم تاني. فقلت لهم خلاص تمام، بصراحة اسهل، وعبيته على طول. دي الحلة بقى اللي انا كنت مسوية فيها العدس، يعني ما شاء الله اللهم بارك. الحلة زي الفل، ولا لزق ولا اي حاجة، ده دليل على ان النار تحته هادية جدا جدا. كمان كنت حاطة تحته شياطة، فإلى حد ما بحاول ان انا احافظ بقدر الامكان علشان الحاجة ما تبوظش وما تتبهدلش، لان بصراحة الحرق بتاع الاستانلس ما بينضفش ابدا، يعني ما بينضفش خالص. فكنت خلاص بقى خلصت، وهنا كنت خلاص بخلص برضو الغدا في اليوم ده عملت ايه؟ عملت مكرونة، وعملت ملوخية ناشفة، وكان عندي طبق كنت مظبطاه معاكم في المشتريات بتاعة الفراخ بتاعة الشهر، اللي هو ايه، الرقب بالسلسلة بتاعة الفراخ. كنت حاطه طبق كده في الفريزر، كان فيه ما شاء الله حوالي مثلا 8 رقبات. فسويتهم بقى كده ببصلايه بطماطميه بقرن فلفل بشويه فلفل اسمر وعود قرفه وورقتين لورا، وسبتهم بقى مع نفسهم كده على نار هاديه. عايزه اقول لكم ان طعمهم بيبقى حلو جدا جدا. طبعا احنا بنرمي الجلد اللي هو بتاع الرقب ده. بس كده. شايفين بقى الجمال، اشوفكم ما بقى ان شاء شاء الله الله على اللهم خير في بارك. فيديو جديد. شوية بس ما فول، تنسوش بقى بصوا تعملوا لي زبدة، لايك يا بنات زبدة حاجة وتفرحوني، كده لان قمر. بصراحة انا بتعب يعني جدا والله. مش هتلاقوا على ما احلى ولا الفيديو اجمل بيتصور من وبقعد الطريقة كده دي. اعمل له مونتاج في جو زي ما قلت هادي لكم اهم حاجة يعني. ان طبعا الفول يتنقع فالموضوع كويس مش جدا سهل جدا ابدا من 8 ابدا. ل 10 ف ساعات اعملوا لي بقى وبعدين لايك يستوي على ويكتبوا لي نار كومنت حلو هادية. تحت بصوا الفيديو، زي اكون شاكرة الشمعة. ليكم يعني جدا بصي لو انت جدا. كشفتي غطا ان الحلة شاء الله كده باذن الله مثلا استنوني دقيقة، في فيديو قريب جدا تبصي تلاقي جدا. الحلة خلاص على ما بقتش خير، تغلي، باي لان باي. هي كانت يعني علشان مكتومة قوي فكانت بتغلي. انما انت كده يعتبر فتحت الغطا يعني ما بقتش تغلي قوي. ده يدل على ان النار هادية هادية جدا زي الشمع. شايفين؟ اللهم بارك، قمر.